في عالم بيتطور كل ثانية، في سؤال بيطارد العلماء والمفكرين من سنين: هل في يوم الذكاء الاصطناعي ممكن يخرج عن سيطرة البشر؟ هل الماكينات اللي احنا صنعناها بإيدينا تبقى أقوى منا؟ النهاردة هنسافر مع بعض في رحلة بين الحقيقة والمخاوف، بين العلم والخيال. الذكاء الاصطناعي مش حاجة جديدة. من خمسينات القرن العشرين بدأ علماء يحلموا بأنهم يصنعوا عقل يفكر زي البشر. في الأول كانت مجرد برامج بسيطة، لكن مع الوقت الماكينات بدأت تتعلم وتفهم وتقرر. الذكاء الاصطناعي هو قدرة الأنظمة الإلكترونية على اتخاذ القرارات وتحليل بيانات وتنفيذ مهام معقدة بدون تدخل بشري تماما. الذكاء الاصطناعي دلوقتي موجود في كل مكان، في الموبايلات والعربيات والمصانع وحتى في العمليات الطبية. المشكلة مش في الذكاء الاصطناعي نفسه، المشكلة في حدود السيطرة اللي هيحصل لو الذكاء ده بدأ ياخد قرارات من دماغه وبدون رأينا، من غير ما يستأذن حد. في نوع من الذكاء الاصطناعي اسمه التعلم العميق أو الديب ليرنينج. النوع ده بيعتمد على إنه يتعلم من التجارب ويطور نفسه من غير ما حد يعلمه أي حاجة، كل حاجة خطوة بخطوة مع نفسه. وده اللي بيخوف البعض، لأنك مش هتقدر تتوقع هيعمل إيه وهيتعلم إيه بعد كده من غير علمك طبعا. لحد دلوقتي الذكاء الاصطناعي ملهوش مشاعر، لكن هل في المستقبل ممكن يتطور حاجة شبه الوعي ليها مشاعر؟ مفيش إجابة قاطعة، بس الخيال العلمي بيقول ممكن. الأسوأ اللي يتخيل العلماء إن هو الذكاء الاصطناعي يتحكم في الشبكات المالية أو يسيطر على الأنظمة الدفاعية للدولة ويتخذ قرارات مصيرية بدل البشر. ساعتها البشر هيبقوا تحت رحمته حرفيا. لا، الذكاء الاصطناعي لسه بعيد على انه يستقل بذاته بالكامل، لكن التطور سريع جدا واكيد احنا شايفين بعينينا، ومحدش يقدر يتوقع المستقبل لحد الان. شخصيات زي إيلون ماسك وبيل جيتس وستيفن هوكينج حذروا من مخاطر الذكاء الاصطناعي، قالوا ان لازم نحط قوانين وضوابط قبل ما يفوت الاوان. الذكاء الاصطناعي ممكن ينقذ العالم، ممكن يحل مشاكل المناخ ويعالج أمراض خطيرة وينظم الاقتصاد، بس لو اتثابت له السيطرة الكاملة ممكن يتحول لخطر وجودي. الحكاية لسه في أولها، احنا دلوقتي في مفترق طرق، يا أما نستخدم الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، يا أما نخلق وحش احنا مش قده. في النهاية الذكاء الاصطناعي مش مرعب في حد ذاته، اللي مرعب هو احنا نستخدمه ازاي. السؤال الحقيقي مش هل الذكاء الاصطناعي هيغلبنا او هيسيطر علينا، السؤال الحقيقي هو هل احنا هنفضل نسيطر عليه ولا هنسيب الطمع والتطور يجرفونا بعيد عن التحكم فيه. وبس، سلام.